السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بأصحابنا وزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا. بنرحب بكم جميعا. إعلاننا النهارده أو الريفيو بتاعنا النهارده أو العربية النهارده الموجودة معانا اللي هنوصفها وهنعلنها معانا عربية جاك اس 4 موديل 21. العربية فابريكا بره وجوه بالكامل. العربية مش هنقول مستعملة ولا كسر زيرو، لا احنا هنقول العربية الزيرو رخصت. العربية بكياسها بسم الله ما شاء الله، مفيش أي خرابيش. العربية زي ما احنا بنقول زيرو، زيرو بمعنى الكلمة. قبل ما نفتح العربية ونخش فيها ونعرف كمالياتها ونعرف مواصفاتها، هنعرف بس بعض البيانات السريعة عن العربية، ونعرف العربية بتتميز بإيه، وإيه الكماليات اللي فيها، وإيه العربية كام سي سي، وعزم أقصى الدوران بتاعها. ويا رب نكون بنفيدكم ونوصل لكم المعلومة كاملة، ويا رب ما نكون بنطول عليكم. العربية معانا 1500 سي سي، 16 صباب، 4 سلندر، عزم أقصى الدوران 210 نيوتن متر. نظام الدفع بتاعها دفع أمامي. السرعة القصوى بتاعت العربية 170 كيلو في الساعة. التسارع من الصفر لل 100 كيلو 9.8 ثانية. تسارع كويس جدا مع عربية اس يو في. استهلاك البنزين بتاعها بتستهلك في ال 100 كيلو 7.3 لتر. العربية مدون عليها فتيس اوتوماتيك سي في تي. العربية مزودة بجد 17 لونين. طول العربية 4410 ملم. عرض العربية من العجلة للعجلة 1800 ملم. طول العربية مع عرضها منسق مع بعضه. ارتفاع العربية من مستوى الأرض للسقف 1660 ملم، يعني من مستوى الأرض لغاية السقف 1660 ملم. ارتفاع مستوى العربية من الأرض للأرضية بتاعت العربية 200 ملم. وزن العربية وهي فاضية 1365 كيلو جرام. تسارع توازن منسق العربية. والعربية بتنافس عربيات كتير قوي من فئتها في العربيات الصيني. العربية ثبتت وجودها. عندي العربية مزودة بتانك 50 لتر. شفنا العربية من اليمين وشفنا العربية من الشمال، وعرفنا بعض المواصفات عن العربية. كيلو السي سي، وعزم أقصى الدوران، وعدد السلندرات. هنفتح العربية ونشوف شكل الصالون بتاعها. عربية مزودة بإير باج، تابلو، شاشة 10 بوصة. زي ما احنا شايفين العربية كلها بكاسها بفضل الله. فرش جلد هاند ميد، بنحاول نوضحه معانا. شكل جميل قوي، مدمج فيه الخياطة الهاند ميد بشكل جميل. فرش اسود. البيبان برضو مطعمة بخياطة هاند ميد بفرش جلد في البيبان. سماعات أمامية حاول نوضحها معانا في التصوير. أماكن تخزين في الجيوب بتاعت الباب. التابلو والكتالوجات وصيانة العربية عاملة 8000 كيلو، عاملة سنة ال10. نفس البصمة بتاعت العربية وهي زيرو اللي بتنزل معاها. العربية تعتبر زيرو ما شاء الله، رخصت ولم تستخدم. زي ما احنا شايفين كل حاجة فيها بكياسها بفضل الله. العربية حتى خرابيش من بره بفضل الله، مفيش أي خربوش. عندي العربية مزودة بإشارات مرايات، كاميرا جانبية. العربية مزودة بكاميرا 360 درجة، روف راك، ازاز سواميه، اوكر نيكل. ونسينا نقول ان العربيه مزوده باوكر نيكل اماميه برضو، نحاول نوضحها معانا في التصوير. طبعا مش هنهتم بتفاصيل القوايم والبيبان لان العربيه عندنا زيرو مرخصه. يعني مش قادرين نقول زيرو لان هي بفضل الله زيرو، بس ازاي هتبقى زيرو وهي مرخصه؟ فهنقول زيرو مرخصه مش كسر زيرو. بفضل الله احسن من كسر الزيرو. يعني اغلبيه الناس يقول لك ايه، اديني عربيه كسر زيرو عشان تكون بحاله الزيرو. لا، انا عندي العربيه النهارده الزيرو بحاله الزيرو. بصينا على العربيه من الجنب اليمين وبصينا على العربيه من الجنب الشمال وشفنا العربيه. قلنا العربيه مزوده بفوانيس ليد اماميه وخلفيه. العربيه كانت معانا النهارده جاك اس 4 1500 سي سي. هنفتح الشنطه ونشوف مساحه الشنطه وشكل الشنطه. مساحة الشنطة مساحة كبيرة، بتستوعب حوالي 520 لتر. عندي حاجز أو ستارة رول بتحجز الرؤية أو الشنطة عن الصالون.
طبعا زي ما احنا شايفين طبعا الاستبن زيرو، العربيه من بره زيرو، يبقى الكاوتش بتاعها يبقى ايه؟ زيرو بفضل الله. زي ما احنا شايفين العربيه كلها بتيكاتات واستيكرات وكياس المصنع، ده يثبت ان العربيه يا دوبك العربيه رقصت. العربيه عامله 8000 كيلو وصيانه العشره معموله لسه من تاريخ قريب قوي، اول امبارح او من حوالي اسبوع. طبعا مش بناخد بصه سريعه عن التفاصيل بس مش اكتر. كاميرا خلفيه، سنسور بارك خلفي بيحاول يوضحه معانا في التصوير، مربط بالاكسدام الخلفي، فريم نيكل كده، مساحه خلفيه، سبويلر على الشنطه مدمج بفانوس ستوب، اريال سقف. شكل العربيه جميل قوي انسيابي. العربيه معانا تعد من العربيات الاس يو في، نفس الكلام اللي قلنا عليه في الجنب اليمين في الباب الامامي والباب الخلفي هو نفس الكلام في الباب الشمال. ما هي برده نفس العربيه، ما رحناش عربيه ثانيه. والعربيه برده نسينا نقول ان في مخادع راس اماميه ومخادع راس خلفيه. شكل المقصوره من الكنبه الخلفيه. العربيه غنيه في شكلها، غنيه في مواصفاتها. عندي وصلات يو اكس موجوده تخدم الراكب الخلفي. يا رب يكون باينه معانا في التصوير، بنحاول ان احنا نوضحها معانا. مخدع نص خلفي للكنبه الخلفيه، برضو اماكن تخزين في البيبان الخلفيه. العربيه برضو مزوده الباكيتات بتاعت البيبان بنيكل كده حوالين الشباك بمنظر مع الاوكر بشكل شيك قوي. لينا بقى باب السواق ده بقى اللي فيه البهاريز. والعربيه اول ما بنفتح بابها بيطلع لنا شعار كلمه جاك مضيء على الارض بشكل شيك قوي كده زي ما احنا شايفين او بنحاول نوضحه معانا. طبعا رقم الشاسيه، بيانات العربيه بتاعت ضغط الكاوتش، بصه سريعه، مفتاح الرباعي واللوك والانلوك والامان بتاع الازاز. عندي الفوانيس الاماميه متحركه، الاضاءه بتاعتها لو عايز انزلها او اطلعها. زرار المرايات، ظبط المرايات. عندي مثبت سرعه بقى، عندي محدد سرعه، عندي ترى مالتي فول فاكشن، يعني فول مالتي فاكشن، اعلى حاجه في المالتي. التحكم في الصوت، التحكم في المحدد، التحكم في المثبت. هندور العربيه ستارت، شاشه 10 بوصه، اول ما بتفتح بيطلع لك كلمه جاك او شعار كلمه جاك. عندي تكييف تاتش، عندي التحكم في العربيه كله تاتش. فتيس قلنا ستيبترونيك، سي في تي اوتوماتيك. عندي مخرج 12 فولت نحاول نوضحه معانا. عندي زرار للولاعه، عندي زرار للكاميرا 360 درجه زي ما احنا شايفين. العربيه حوالين داير نفصله بيجيب لي العربيه حوالين داير كلها. عندي زرار منع تزحلق، فتحه سقف، عندي فتحه سقف، 2 مخرج يعني حركتين، حركه شراعه وحركه بتفتح السقف كله. التحكم زراير والتحكم في المفاتيح بتاعت السقف. قلنا عندي شاشه 10 بوصه، مكان للكان. عندي الفرامل اليد الزرار، عندي مخدع بيجيب تحت المخدع. العربيه التابلو بتاعها مدون بفرش جلد شيك قوي بخياطه هاندميد. شكل الديزاين بتاع التكييف والشاشه شيك قوي عشان تاتش. شفنا العربيه من جوه، نبص على العدادات بتاعت العربيه عشان نسينا نتفرج عليها. ده عداد الكيلومتر. عندي كمبيوتر رحلات، عندي شاشه تبين الباب المفتوح، باب كبوت مفتوح، عداد الار بي ام. قلنا العربيه فيها كل حاجه. جراب، نضاره. نبطل العربيه وننزل نشوف الموتور بتاعها. سامحونا لو طولنا عليكم، سامحونا لو قصرنا في حاجه. نسينا نقوله في الافاده العربيه عندنا تيربو مدون على رفرف تيربو 1500 تيربو زي ما احنا شايفين. كل حاجه بفضل الله باستيكرات الفابريكا. العربيه زيرو بره وجوه.
ما شاء الله، الله اكبر عليها، وربنا يبارك لصاحب النصيب. عازل حراره للكبود. شفنا شكل العربيه، بصينا على العربيه من بره ومن جوه. في انتظار مكالماتكم، في انتظار تليفوناتكم، في انتظار زيارتكم لينا. اتشرفنا بيكم، بنكبر معاكم وبنكبر بيكم. يا رب ما نكون طولنا عليكم ووصلنا لكم المعلومه كامله. وانتظرونا ان شاء الله في القريب العاجل بفيديو تاني، بعربيه تانيه، باسلوب وتصوير وتعليق احسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.